السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. كل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله نعمل بلح الشام، يعني طريقة ممتازة، يعني طريقة اصلية. دي الطريقة الاصلية لبلح الشام. هتجربيها هتعجبك الاخر، يا ريت تتابعي الفيديو عشان تعرفي الطريقة. اول حاجة نبدأ بسم الله صلى الله عليه وسلم. هنا بنعمل السكر المعجون، يعني هنا حطينا 4 كوبايات سكر، 4 كوبايات سكر. نحط عليهم كوبايتين مية. بعد كده نعصر عليهم يعني ليمونة متوسطة كده صغيرة، يعني دي ليمونة صغيرة، ليمونة كاملة عصرتها. لو انت بتعصري واحدة كبيرة يبقى عصري نص واحدة، لو كبيرة نص واحدة، صغيرة يبقى واحدة كاملة. دي طرف المعلقة ملح ليمون، يعني في طرف المعلقة كده ملح ليمون مهم، عشان لو فضل تاني يوم ما يسكرش، يعني عشان ما يسكرش منك. لو فضل باقي تاني يوم او فضل معاكي شوية يعني ما يسكروش، يفضلوا زي ما هم. بعد كده نغطيهم بالغطا، يعني بغطيهم بالغطا هنا عشان ما يعملوش ايه، عشان ما يعملوش التلسيجة اللي بيعملوها اللي بتتعمل في الحلة دي. فهي الحلة بتعرج عليهم وهي متغطية، فما يتراكمش السكر على الجوانب. فالسكر اللي بيتراكم على الجوانب ده ينزل في الحلة من الغطية اللي انت هتغطيها. هنا يعني ياخدوا 10 دقايق، بعد كده ايه يستوي. هم خدوا 10 دقايق. ممكن اضيف ورقة فانيليا في الاخر لو عاوز. بعد كده هنا نعمل العجينة. هنا نحط 1.5 كوباية مية. يعني الفيديو ده ممتاز، يعني البلح الشام لو بوظ منك الطريقة دي مش هتبوظ معاكي خالص. دي 1.5 كوباية مية، حط عليها ربع كوباية زيت، يا ربع كوباية زيت. بعد كده نضيف يعني دي طرف المعلقة سكر، يعني طرف معلقة سكر وطرف المعلقة ملح. من هنا انا حطيت دي طرف المعلقة سكر وطرف المعلقة ملح، يعني مش كتير. بعد كده نسيبهم يغلوا مع بعض. يعني السكر ما تحطيش معلقة، لا، طرف المعلقة، يعني طرف المعلقة. شوية الملح اللي انت بتحطيهم في طرف المعلقة تديهم شوية سكر، بس لان السكر مثلا لو كتير بيخلي بلح الشام يستوي معاكي بسرعة وما ينسش وما يستويش ويبقى محمر كده وبيبوظ، يعني السكر لا. بعد كده هنا نوطي النار، يعني نوطي النار قبل ما نحط الدقيق كده، ونروح مهدين النار، نوطي النار. بعد كده نضيف الدقيق. يعني انا ضفت 2.5 كوباية دقيق، يعني مقدار 1.5 كوباية مية ياخد 2.5 كوباية دقيق. ده مقدار مظبوط جدا، يعني مستحيل يبوظ منك، مستحيل. 1.5 كوباية مية تاخد 2.5 كوباية دقيق. ودي معلقة كبيرة هرمية نشا، يعني معلقة النشا هنا مهمة عشان القرمشة، يعني الغلاف الخارجي يبقى مقرمش كده، يعني مهمة يعني معلقة النشا الكبيرة دي، معلقة هرمية كبيرة كده مهمة. بعد كده نفضل نقلب فيهم كده والنار شغالة على نار هادية، النار هادية ومقلين على الآخر، ونفضل نقلب فيهم كده لحد ما يستوي. يعني نسوي العجينة، نسوي العجينة على نار هادية. مقدار المية بتاع بلح الشام مع الدقيق مظبوط جدا. يعني تفضلي تقلبي كده، تفضلي تقلبي فيهم كده لحد ما تتعجن معاكي، تبقى زي تتعصج معاكي، تبقى زي العصيدة كده، يعني كأنك بتعملي عصيدة على النار يعني. بس يعني تفضلي تلمي فيها كده لحد ما يبقاش فيه دقيق باين خالص، الدقيق كده يختفي خالص. هتلم معاكي خالص كده، يعني كل ما هي تستوي كل ما بتلم. بس اول ما تلم معاكي كده زي الكورة كده، والحلة من تحت خلاص تحسيها نشفت كده، يبقى كده ايه، اقفلي النار. النار كانت هادية على الاخر اهو. وبعد كده ايه نقفل النار.
بس بعد ما قفلت النار والعجينة وهي سخنة، يعني ما مش قفلت النار وخلاص تسيبيها تبرد، لا. يعني ما تقفليش النار عليها وبعد كده تسيبيها تقول لما تبرد وتحط البيض وكده، لا. تفضلي تعجني فيها بالخشبة كده وهي سخنة. عشان ايه؟ عشان العجينة تبقى ناعمة معاكي وتتملك، يبقى لها عرق كده. لكن لو انتي قفلت عليها النار وسبتيها هتلاقيها نشفت كده وتفتول معاكي وتبقى مش حلوة يعني. فوهي سخنة العجينة، لازم هي سخنة تفضلي تعجني فيها كده. عشان ايه؟ تتملك، يبقى العجينة ايه، اتملكت كده ونعمت معاكي. يعني الطريقة دي والله العظيم ناجحة جدا. انا مش بعمل غير بالطريقة دي، لو غيرت عملت بأي طريقة تاني بتفشل بصراحة. يعني دي طريقتي انا بعملها. لو مثلا غيرت عملت اي طريقة كده، اي طريقة بلاقي فيها عيوب، ما بلاقيهاش ناجحة يعني. لكن الطريقة دي ممتازة، انا قلت ايه اعملها. يعني مش كل الناس يعني كله بيعرف يعمل بلح الشام وكده، بس بلح الشام لا، مش كل الناس هتعمل بلح الشام ويطلع معاها مظبوط، لا. بلح الشام ليه مقدار معين، لو ما عملتش بطريقة مظبوطة مش هيظبط معاكي ابدا. لو حتى عملتي كل يوم مرة، طالما المقدار بتاعه مش مظبوط مستحيل ينجح معاكي. يعني طريقته مش سهلة يعني. بس على كده بعد ما عجننا فيها شوية كتار تحسيها نعمت خالص معاكي كده، تفرديها في الحلة كده وتسيبيها تبرد. بس هنا بعد ما بردت، يعني بصي بعد ما بردت ما حجرش وما نشفتش يعني عشان عجناها وهي سخنة كده وفضلنا نعجنوا فيها، ما نشفتش، فضلت طرية زي ما هي. اما لو فردتيها وسبتيها كده هتلاقيها من غير ما تعجني فيها وهي سخنة هتلاقيها ايه، تلاقيها نشفت كده وتتفتول في ايديكي. بعد كده نبدأ نحط البيض، ونحط البيض يعني كل بيضة، يعني مثلا كل بيضة احط لها ورقة فانيليا عشان الزفارة، عشان ما يبقاش يعني مثلا البيض ليه ريحة زفارة يعني. يعني كل بيضة ليها ورقة، يعني كل بيضة ليها ورقة، وانا زودت ورقة زيادة، يعني زودت ورقة زيادة عشان الزفارة وكده. يعني بعدين نحط البيضة التانية، نحط لها الورقة معاها، وبعد كده نعجن. بس وبعد كده نفضل انا هنا عجنت بايدي، يعني ما عرفتش اعجن بالخشبة وكده. بعد كده نحط التالتة. هنا حطيت البيضة التالتة وحطيت ايه، ورقتين فانيليا. يعني حطينا ورقة زيادة عشان الزفارة يعني، عشان زفرة البيض. يعني هو ما كانش ليه اي ريحة زفارة يعني خالص، يعني ما كانش ليه اي ريحة زفارة. بعد كده نحطه معلقة صغيرة، نحطه معلقة صغيرة خل، يعني معلقة صغيرة خل او السدة بتاعت الجزازة كده. بس هنا النار العين اللي هي متوسطة دي كده اشغلها اللي هي وسط، وبعد كده ايه اوطيها، وبعد كده نبدأ ايه نقطع يعني. هنا مرحلة التسوية مهمة جدا يعني، بلح الشام ليه طرق في التسوية. يعني او ان احنا الزيت هو بارد على كده تفتح العين اللي هي من الوسط، وبعد كده ايه توطي النار، وبعد كده تقطعي. يعني تقطعي ايه بالمقص، باللي زيت كده وتقطعي بيه، او ممكن بايدك. يعني العجينة ممتازة ومش عايزة اي كلام. بعد كده ايه، هنا بعد ما خلصنا القطيع كده، وبعد كده نعلي النار ماشي. يعني بعد ما نعلي النار لحد ما يرفع معاكي كده، اول ما يرفع معاكي كده تروحي مهدية النار تاني ماشي. يعني الاول وطينا النار لحد ما قطعنا، بعد ما قطعنا نروح نعلي النار لحد ما يرفع معانا ويتنفخ كده وينفنش كده ولا ينفش كده، يعني الحجم بتاعها يكبر كده.
اول ما يصل معانا كده تروحي ايه مهديه النار، تهدي النار خالص وتسيبيه على النار الهاديه كده لحد ما يستوي. يعني مهم خالص ان انت تعلي عليه النار لحد ما يرفع معاكي. اول ما يرفع معاكي تروحي مهديه النار، تهدي النار لحد ايه ما يستوي. بعد كده تفضلي تقلبي فيه كده. لحد ما ياخد ايه اللون. اول لحد ما ياخد اللون ينشف معاكي، يعني هو خلاص دخل في السوا على كده. يعني ما انك تقطعي في الصينيه ما تمليش الصينيه، عشان ايه لو انت كترتي في الصينيه هتلاقيه عمل ايه، تلاقيه يعني يلحم في بعضيه كده ويطرى. لازم ما يكونش كتير في الصينيه، يبقى في فراغات بين الواحده وواحده. بس يعني الطريقه دي ناجحه، يعني ممتازه والله، هتعجبك على الاخر لو جربتيها. يعني بصي اللون بتاعها ذهبي، يعني ليه لونه ذهبي كده، لونه ذهبي كده عشان احنا ما حطيناش سكر غير طرف المعلقه. إيه اللي يخلي لونها يسود معاكي ولونها يغمق؟ لو انت كترت سكر، يعني انت مثلا رحتي حطيتيلك معلقه صغيره سكر او حطيتيلك معلقه كبيره، هتلاقيه يغمق معاكي ويسود ويبقى لونه احمر خالص من غير ما يستوي، تلاقيه من جوه ني ويفضل ني معاكي من جوه بسبب السكر اللي انت حطيتيه. فطرف المعلقه بس سكر، يعني طرف المعلقه سكر وطرف المعلقه ايه ملح، فيديكي اللون الذهبي ده، يديك اللون الذهبي ده. وده السكر المعجون اللي احنا عملناه بعد ما برد، يعني بلح الشام سخن والشربات اللي عملناها دي باردة. بس وبعد كده ايه، هنا نروح نطفي النار. ماشي، احنا بعد ما طلعنا الحطة حطيناها في السكر المعجون نطفي النار. بعد ما تطفي النار ما تسيبيش الزيت يبرد. يعني في ناس تقولك ايه اطفي النار وسيبي الزيت لحد ما يبرد لما تقطعي تاني. لا، انتي اطفي النار وقطعي، اطفي النار وقطعي. احنا الاول عملنا ايه، احنا في الاول آه هدينا النار، يعني وقينا النار وقطعنا على نار واطية، بعد كده علينا لحد ما رفع، صح. اما في الصينية التانية في الحطة التانية تطفي النار وتقطعي من غير ما تولعي النار خالص، فهو ايه هيرفع معاكي. ماشي كده، انت فاهماني قصدي ايه. ففي الصينية التانية بعد ما تطلعي تروحي مقطعة على طول، يعني ما تعمليش الصينية ويتلحموا في بعض وبعد كده يطروا، لا تخلي بينهم وبين بعض فراغات، لان انت لو زنقتيهم في بعض هتلاقيهم يطروا معاكي. انا بعد ما قطعت على كده نروح نشغل النار، نوطي النار، يعني تشغل النار في الحطة التانية بعد ما قطعتي في الزيت وهو سخن، تروح مولع النار وتهدي النار وتسيبيهم يستوي على نار هادية. كده انت فهمتي قصدي ايه في الحطة الاولى وفهمتي قصدي ايه في الحطة التانية. كده دي مصفى، يعني عشان الشربات تتصفى الزايدة لازم، يعني عشان ميبقاش تقيل كده عشان تتصفى. يعني اي حاجة تتصفى، يعني هي مصفى تحطيهم فيها لحد ما يتصفى. يعني الطريقة دي ناجحة 100%، مفيهاش اي غلطة ومستحيل تبوظ معاكي نهائي. يعني انا السكر يعني ما عملش في الجوانب كده بسبب ان احنا كنا ايه، يعني غطيت الحلة بتديك النتيجة كويسة، يعني طالع ناشف ومقرمش، يعني طري من جوه وناشف من بره. بصراحة مش عاوز اي كلام، يعني عامل زي الجاهز بالظبط، يعني كأنك مشتريها من بره. يعني بصي من جوه، يعني من جوه مش معجن ولا حاجة، لا ده من جوه مستوي وطري، ومن بره ايه ناشف ومقرمش. على فكرة لو فضل معاكي يومين مش بيطرى، يعني لو فضل معاكي يومين مش هيطرى، ومثلا عملتيه بالليل ولا قبلها بيوم تلاقيه تاني يوم زي ما هو. دي الحطة اللي احنا حطيناها، نبدأ نقلب فيها على نار هادية لحد ما تستوي.
يعني بس هو انت بتجلي فيه يبقى عايم قدامك كده، ميبقاش مزنوق. يعني بنبه عليكي لو انت مليتي الصينية هيطرى معاكي، لازم يبقى عايم كده. كل واحدة مع نفسها كده، ما مش ماسكة في التانية. يعني لو واحدة ماسكة في واحد، يعني ماسكة في بعض كده هتلاقيهم طروا. بس طريقة ممتازة وناجحة، يعني مستحيل تبوظ منك. بس بعد كده هكمل باقي الكمية كده لحد ما اخلص نفس الطريقة كده. بس هنا بعد الفيديو ما خلص، يعني انا عملت شوية في وسط الهند كده، هي مكسرات او مش مهم عادي يعني. بس طريقة ممتازة جدا. يعني بصي من جوه مستوي ازاي ومفرط، وطعمه مقرمش من بره، طعمه جميل جدا. يا رب يعجبكم الفيديو وتجربوه. بشكركم على المشاهدة. كل عام وانتم بخير.